العزيز عبد الإله بن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الإخوة والأخوات، قيادة حزب العدالة والتنمية، حضرات السيدات والسادة، يغمرني شعور بالاعتزاز ونحن نجتمع اليوم في هذا الحفل لنرفع صوتنا من جديد لنصرة إخواننا في فلسطين وفي لبنان باعتبار قضيتهم قضيتنا. وأعتذر لكم عن غياب رفيقي اسم محمد نبيل بن عبد الله لوجوده في مكان بعيد على الحدود المغربية الجزائرية لم يستطع الحضور، ولهذا أنا سعيد بوجودي بينكم. أتمنى تقبلوا عليا. وتحية نضالية، القيادة وطنية، وتحية نضالية، القيادة وطنية. طبعا الحضور في مهرجان ينظمه حزب العدالة والتنمية. شكرا. هذه المناسبة هذه في الواقع أنها كتعبر على واحد الشيء جميل عبر عنه الأخ الذي سبقني بالكلام، وهو أننا في هذا البلد السعيد لنا قوى سياسية أعطاها الله حباها بحكمة تجعل أنها تتوحد حول القضايا المصيرية، ويمكنها أن تختلف في كل الأمور الأخرى. وهذه النعمة اللي كتجمعنا في القضية الوطنية وكتجمعنا في القضية الفلسطينية هي في نفس الوقت رسالة إلى الجميع، رسالة إلى إخواننا الفلسطينيين كذلك، بأن الوحدة أساسية في كفاحهم وفي نضالهم وفي مقاومتهم لعدو مستغرس. وهذا المغرب وحنا ناسو، وهذا المغرب وحنا ناسو، المطبع يجمع راسو والخاين يمشي بحاله. المطبع يجمع راسو والخاين يمشي بحاله. كما تعلمون نحن نعيش الآن في منطقتنا، ويواجه الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني وشعوب المنطقة بصفة عامة مرحلة خطيرة هي داخلة في السياق الذي من أجله خلقت إسرائيل، يستهدف من خلالها الكيان الصهيوني ومن يؤازره، لأن إسرائيل ليست وحيدة في المعركة، لها من يؤازرها بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وبقيادة البلدان الإمبريالية التي زرعت ونشأت الاستعمار منذ أكثر من قرون، بما فيه وجود الولايات المتحدة هي منحى استعماري استطاع أن يستبدل شعبا بقادمين من آفاق أخرى، ويريدون أن يعيدوا نفس الشيء بالنسبة للمنطقة العربية في الشرق الأوسط. ولهذا الكيان الصهيوني يريد إعادة ترتيب الخريطة السياسية والبشرية للشرق الأوسط، وقد عبر عن هذا بكل وضوح المجرم نتنياهو وزبانيته بقولهم: دعونا ننهي العمل الذي بدأته الدول الأوروبية الاستعمارية والحركة الصهيونية ونفذته في عدة مراحل. بدأت المرحلة الأولى في نهاية القرن التاسع عشر بالسعي الصهيوني إلى وجود مكان لهم في الأرض يكون دولة أو مكان موطئ قدم لليهود.
وتعرفون التاريخ، تاريخ فلسطين وتاريخ هذه القضية الذي استمر من وعد بلفور إلى 48، حيث بمؤازرة ومساعدة الاستعمار الإنجليزي وتواطؤ الاستعمار الفرنسي وكذلك مباركة كثير من الدول بما فيها الاتحاد السوفيتي آنذاك، استطاع الصهاينة أن يهجروا جماعات إرهابية إلى فلسطين. واستطاعت هذه الجماعات الإرهابية التي هي الجنين الذي ولد هذا الوحش الإجرامي الذي نواجهه اليوم، حيث استطاعوا أن يشكلوا دولة بقيت على أصلها دولة إرهابية كما كان صانعوها في الأول في جماعة ستيرن وهاغانا وكذلك الجماعات الأخرى التي تكونت منذ سنوات الأربعين. وتعلمون أن المعركة التي كانت مع الفلسطينيين كانت على أساس إبادة الفلسطينيين وأخذ منازلهم وأراضيهم، وكانت النكبة الأولى سنة 48. بعدها نظرا لميازين القوى في العالم استطاعت إسرائيل أن تنتزع قرارا من الأمم المتحدة يقسم الأرض بين الشعب الفلسطيني الأصيل ويأخذ اليهود الآتون من آفاق كثيرة وأساسا من أوروبا آنذاك لتكون لهم دولة في حدود 47. ولكن إسرائيل كان لها مخطط آخر استمر، وهي الدولة الوحيدة التي ليست لها حدود محددة، واستطاعت في كل المعارك التي خاضتها الدول العربية وخاضها الفلسطينيون أنها توسع نطاق نفوذها الترابي. فكانت معركة 67 وكانت معركة 73 وكانت المعارك الأخرى، واستطاعت إسرائيل أن تحتل الضفة الغربية وتحتل غزة وأن تحتل الجولان، والآن لا زالت تحتل الجولان الذي ضمته إليها، وتعترف الولايات المتحدة بهذا الضم، وكذلك ضمت القدس الشريف، وكذلك الآن تسعى إلى الإبادة الجماعية، الإبادة الكلية لسكان غزة، لأنها لا تعتبر أن وجود الفلسطينيين شيء يهمها. وقد هناك تصريحات كثيرة في الأيام وفي السنوات التي يقول فيها عدد من قادة الصهاينة أن بلادهم تصل إلى دمشق وتصل إلى شمال السعودية وقد تصل إلى الرافدين، ويعتبرون أن عليهم أن يستردوا هذه البلاد التي لم يكونوا أبدا فيها حتى في الغابر من العقود. الآن نحن نوجد منذ طوفان الأقصى أمام مرحلة جديدة. طوفان الأقصى أخرج القضية التي كانت قبرت نظرا لعدة تراكمات لا بد أن نتدبرها ولا بد أن نستنتج العبر منها. فإسرائيل ليست دولة طبيعية، فلهذا كلما تم التفاوض معها وقبول حلول وسطى معها إلا أخذت ما أعطي لها وأخذت منا ما لم نعطيه لها، وهي سارت على هذا المنهاج منذ ولادتها إلى الآن. الآن نحن أمام غطرسة إسرائيلية وصلت بنا إلى حد الجينوسيد، يعني حد الإبادة العرقية للشعب الفلسطيني، وهو هذا الأمر يسير بصفة منهجية. الشعب الفلسطيني فقد منذ 7 أكتوبر 2023 42 ألف قتيل في غزة وحدها، وكذلك يضاف إليهم المفقودون الذين يوجدون تحت الأنقاض ولا يعرف عددهم إلى حد الآن، وكذلك هناك 22,500 ألف مجروح غيرت مجرى حياتهم، بمعنى على أنهم يعيشون بعاهة مستدامة إلى الآن. تم هدم الجامعات والمدارس والمساكن
والمستشفيات والتجهيزات الأساسية. تم تدمير شبكة الماء، شبكة التطهير، الشبكة الكهربائية. يعني إسرائيل تريد أن تعيد غزة إلى ما قبل التاريخ بتدمير المنهجي واليومي لأسس حياة الشعب الفلسطيني الذي استطاع الصمود والبقاء ولم يرحل رغم التقتيل ورغم الأطنان من القنابل التي ترسل فوق رأسه كل يوم. لا زال مستمرا ولا زال مقاوما، وقد أظهر على أنه يستطيع أن يقاوم إلى الأبد. ثم الآن يوجد آلاف المعتقلين والمفقودين داخل الكيان الصهيوني، تم استحابهم، وقتل 200 صحفي فلسطيني، وتقام هذه المجزرة وهذا المقتل في غياب شهود عيان من الصحافة الدولية. ولحسن الحظ أن هناك فلسطينيين يقومون بالعمل، وهناك كذلك عدد من الجمعيات التي تشتغل في مجال المساعدة الإنسانية التي استطاعت أن تقدم شهادات، وهناك كذلك قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتبار أن إسرائيل وقادتها يقومون بجينوسايد، يعني بإبادة جماعية للشعب الفلسطيني في عقر داره. وإسرائيل تريد أن تصفي الوكالة الدولية لإغاثة اللاجئين، وهذا تسعى من خلاله إلى هدفين. الهدف الأول وهو أن هذه الوكالة شاهد على أن هناك لاجئين فلسطينيين انتزعوا من أراضيهم ولا زالت لهم حقوق، وتقوم بمساعدتهم بضم المساعدات الدولية التي تأتي. وإسرائيل قالت على أن الأونروا تشتغل لحساب حماس، وقالت كذلك على أن موجودون من بين موظفيها بعض العناصر 11 أو 12 العنصر من حماس، وهذا لم تستطع إلى الحد الآن أنها تقدم دليل على ذلك. وهي الآن تقصف الأونروا وتقصف المساعدات الإنسانية وتقصف قصفت حتى مكان لاجونس فرانس بريس. يعني الآن أصبحت إسرائيل لا شيء يحد من غطرستها. ولماذا تقوم إسرائيل بكل هذا؟ تقوم به لأن طبيعتها إرهابية، ولأنها لها سند غير مشروط وغير منتهي من الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان أوروبا الغربية وعدد من طبعا الصهاينة عبر العالم. ولكن في مقابلة هذه الغطرسة ومقابلة هذا الدعم الذي بدونه لن تتوقف إسرائيل، لا تجد حدود لتوقفها. فلو أرادت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وإنجلترا والسويد وغيرهم من البلدان، لو أرادوا أن يوقفوا الحرب لو أوقفوا مدهم بالسلاح وبالعتاد، ولا أوقفوا كذلك التعامل معهم على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، ولا جمدوا أصولهم كما فعلوا مع روسيا مثلا. وآنذاك يمكن أن نبدأ مشوارا جديدا فيه التفاوض وفيه إمكانية وقف إطلاق النار وفيه إمكانية الخروج بحل يوقف إراقة الدماء. وأظن بأنه الآن نحن أمام حالة فريدة من نوعها لم يشهد لها مثيل العالم إلى يومنا هذا. هناك حكومة تقتل كل يوم وتبيد كل يوم ولا أحد يوقفها. حتى بايدن عندما اقترح مع ماكرون إيقاف النار في مناسبات كثيرة، وخصوصا عندما تعلق الأمر بلبنان، عندما نتنياهو الذي كان قد أومأ لهم بأنه قد يقبل، عندما رفض تراجع بايدن. طبعا ماكرون أخذ موقفا ثاني ووبخه نتنياهو على ذلك.
بل بايدن فرح لمقتل حسن نصر الله وصرح بذلك علنا، وهذا يعني قمة الخبث الذي يمكن أن يعبر عنه رئيس دولة عظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية. نحن الآن أمام وضعية في الواقع، هناك غطرسة وهناك تقتيل وهناك دعم، ولكن هناك كذلك مقاومة شرسة، مقاومة صحيحة، مقاومة مستمرة، مقاومة لها من الدعم الدولي ما هو يتعاظم يوما بعد يوم. الآن وقد تم الإشارة إلى ذلك، اليوم في كل بلدان العالم ينزل الناس إلى الشوارع لمساندة الكفاح الفلسطيني ومساندة الشعب الفلسطيني وللتنديد بالغطرسة الصهيونية وبالتنديد بالوحشية وبالتنديد بالجنوسيد. محكمة العدل الدولية أبلغت قرار تقول فيه بكل وضوح أن إسرائيل دولة مستعمرة لبلد اسمه فلسطين، وأنها ليس لها الحق بأن تقوم بكل ما تقوم به. المحكمة الجنائية الدولية قال وكيلها العام على أن نتنياهو ووزيره في الحربية أنهما مجرمي حرب محتملين يجب محاكمتهما، وهذه المحكمة للأسف إلى يومنا هذا لم تعطي ما يجب من استمرارية لهذا الرأي الذي أخرجه البروكيرور، يعني الوكيل العام لهذه المحكمة. ثم هناك الآن على مستوى كل القارات الخمس هناك يهود يقولون إسرائيل لا تتكلم باسمنا وينددون بذلك، وقد كتبوا بما فيهم مؤرخين وبما فيهم مثقفين كتب كثيرة تبين الجرائم التي اقترفتها إسرائيل منذ نشأتها. فهناك كتاب إسرائيليون مؤرخون تكلموا عن الإبادة التي قامت بها إسرائيل مع بن غوريون في 48، وكيف أنهم قتلوا الناس في دير ياسين وقتلوا الناس في مناطق أخرى بالحجج وبالوثائق بما فيها الوثائق الإسرائيلية. وهناك طلبة مجندون في أمريكا، في إنجلترا، في أوروبا، في إفريقيا، في آسيا، في أمريكا اللاتينية. هناك مناضلون، هناك ناس، يعني هناك دعم دولي واحتضان دولي للقضية الفلسطينية أشعلها طوفان الأقصى، وهذا شيء يحسب للمناضلين الذين قاموا بهذه العملية التي جعلت القضية الفلسطينية في صدارة القضايا التي تطرح. تعلمون أن لبلادنا علاقات خاصة مع القضية الفلسطينية، فباب المغاربة شاهد على أن المغاربة قاموا لنجدة الأقصى ونجدة فلسطين عندما كان الصليبيون يحاولون طمس معالم هذه الأرض التي كانت دائما أرض تسامح بين مسلمين ومسيحيين ويهود على مر العصور. ومنذ ذلك الحين المغاربة يشدهم
حنين خاص للقضية الفلسطينية، ويمكن أن نستعرض ما قام به المغرب المستقل من أجل القضية الفلسطينية. أذكركم أن بلادنا كانت أول بلد يقرر سن ضرائب لفائدة فلسطين، وهذا يحسب لنا أن بلادنا كانت محتضنة للقمة العربية التي اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني. بلادنا ملكا وحكومة وشعبا قامت باحتضان الفلسطينيين بكل الوسائل الممكنة لديها. بلادنا قدمت ضريبة الدم في الجولان باستشهاد كثير من أبنائها، كما استشهد كثير من أبناء المغرب وهم يشتغلون داخل المقاومة الفلسطينية. إذن علاقاتنا بفلسطين هي علاقات وطيدة. نحن شعب لا شعبين كما نقول دائما، لأننا نعتبر أن إخواننا الفلسطينيين جزء لا يتجزأ من كياننا. طبعا المغرب كذلك لعب دورا مع الفلسطينيين لإيجاد حل سلمي للقضية الفلسطينية، وكان المنحى الذي تعرفونه هو الذي أدى إلى أوسلو. واستطاع المغرب أن يحترم استقلالية قرار الفلسطينيين. نحن نعرف أن إخواننا الفلسطينيين هم شعب حي، شعب متعدد، شعب يتناقش، شعب يتوفر على أجمل وأحسن الكفاءات في المجال الفكري والشعري والأدبي والعلمي، وهم بطبيعة الحال كأي شعب حي يمكن أن تكون لهم رؤى مختلفة حول ما ينبغي القيام به، ولكن كان المغرب يسعى دائما إلى توحيدهم ولم شملهم، لأن في لم شملهم قوة لهم. طبعا تعرفون المنأى، أوسلو الفلسطينيون التزموا بما كان مسطر وما ينبغي أن يقوموا به، لكن إسرائيل لم أبدا تحترم أوفاق أوسلو كما هي، بل عملت كل شيء لتقويضها وإنهائها. فمن هنا يأتي تساؤل: هل هذا الكيان الذي لا يحترم إمضاءه ولا يحترم التزامه والذي يسعى دائما إلى تغيير موازين القوى، هل هذا الكيان طبيعي؟ هل هذا الكيان يمكن أن تكون لنا معه علاقات طبيعية؟ هل يمكن أن تكون لنا علاقات طبيعية مع من في كل يوم يمطرون غزة بآلاف الأطنان من المفرقعات؟ هل يمكن أن يكون لنا علاقات طبيعية مع هذا الكيان؟ ولهذا نحن نعتقد في حزب التقدم والاشتراكية أن العلاقات مع كل الدول ينبغي أن تكون مع دول طبيعية، ليست دول ديزيتافويو، يعني دول مارقة بقادة مارقين، بقادة فاشستيين، بقادة ينتظرون المتابعة أمام المحكمة العدل الجنائية الدولية. ولهذا اعتبرنا على أنه احنا ليست لدينا مشكلة في علاقات مع أي دولة كانت، ولكن على أسس أن هذه الدول تكون محترمة وتحترم كلمتها وإمضاءها، وهذا ليس وضع إسرائيل حاليا. ولهذا لا يمكن أن نقبل أن نستسيغ أن تكون لنا علاقات طبيعية مع إسرائيل. شكرا على حسن التلبية.